اهلا بيكم. هو ليه لاعب اما بيجيله عرض من الزمالك او الاهلي وفعلا يقبل عرض من الاتنين، في اول لقاء اعلامي ليه بيبتدي بقى يقولك ان انا رفضت النادي المنافس ليه عشان يروح النادي ده؟ ولو نفترض ان هو راح الزمالك فبيقولك ان انا كان جايلي عرض من الاهلي وانا اللي رفضت الاهلي، ولو هو بيلعب في الاهلي دلوقتي فبيقولك ان انا جالي عرض من الزمالك وانا رفضته عشان العب في الاهلي، ويبقى ايه بيغني مع الجماهير وبيبوس الشعار، وفجأة بنلاقيه سنة سنتين بيروح النادي المنافس وبرضه يغني مع الجماهير ويبوس شعار النادي، ويجي معظم الجماهير الفريق ده عشان يبرر للاعب ان هو اصلا كجمهور يعني ما كانش بيقبل اللاعب ده ولا بيقبل تصرفاته ولا بيقبل افعاله في الملعب، عشان يبرر الموضوع كله يقوم قايل لك ايه الكوره دلوقتي احتراف وانا اللي عرضت مبلغ اكتر وهو اللي وافق. ونروح دلوقتي بقى على النقطه او السؤال اللي انا اصلا عامل الحلقه عشانه، هي فعلا الكرة المصرية فيها احتراف دلوقتي سواء عن الجماهير او الاندية؟ هقول لك لا طبعا، ولكن اللي بيروح لكلمة الاحتراف من الجماهير دلوقتي هي الجماهير بس اللي بتبرر موقفها، زي ما قلت لك من الاول ان هي ما كانتش متقبلة اللعيب، واللعيب دلوقتي بقى في النادي بتاعها ومطالب منها ان هي تدعمه ويبقى احسن لعيب في مصر. ولكن تقول لي كلمة الاحتراف دي تنطبق تحت بند ان المفروض المشجع يعترف بيها؟ لا تماما. طب والنادي؟ لا برضه. انما كلمة الاحتراف دي ممكن تنطبق على اللاعب فقط، لان انا كمشجع زملكاوي ومفيش اي حد زملكاوي ممكن يضحك عليك بالكلام ويقول لك مثلا ان هو مش فارق معاه صفقة امام عاشور اللي راحت الاهلي، لا، واللي يقول لك حاجة غير كده يبقى بيضحك عليك. انا فعلا اتضايقت من صفقة امام عاشور، ولكن ده مش مبرر بقى اللي انت تخليني اعتقد ان الكورة احتراف، واللي انا المفروض ابقى متقبل فكرة ان اللاعب ده كان في فرقتي وراح لك انت عشان انت دفعت له اكتر. وكلامي ده مش مخصص هو الجمهور الاهلي، لا، ده كمان في لعيبه كتير كانت قايله ان هي مش هتيجي الزمالك. وعلى سبيل المثال احمد حمدي طلع في برامج اعلاميه كتير جدا وقال ان هو لو اتعرض عليه مستقبلا ان هو يمثل شعار الزمالك ان هو رافض الموضوع ده تماما، لان هو تحت ايد النادي الاهلي، لان هي زي ما بتقول كده للعيبه هي لقمه العيش اللي هم بياكلوها وبيقعدوا بعديها سنين بعد الاعتزال عايشين من اللقمه اللي هم كلوها دي. ما تجيش بقى انت تقول لي ان كلامك ده دلوقتي انت شخصيه رجعيه بقى والكره دلوقتي ما بقتش كده، لان انا دلوقتي هروح لك على امثله كتير في اوروبا وهقول لك الاحتراف بالمعنى الحرفي. ويعني لو هنتكلم على اول مثال وهو رمز الوفاء في كره القدم كله وهو فرانشيسكو توتي، اللي اتقدم له عروض الدنيا والاخره وكان اكبر عرض فيهم من ريال مدريد، ولكن هو رفض عشان بس ان هو بيحب جماهير روما وبيعشق حاجه اسمها نادي روما، ده يتحط تحت بند الاحتراف. ولكن بقى لو دلوقتي هنروح للمثال التاني اللي خلى الجماهير تكرهه، وهو مثلا فان بيرسي اما مشي من ارسنال وراح مانشستر يونايتد. وللعلم اصلا فان بيرسي يا جماعه في وقتها كان جمهور ارسنال معتبره ان هو تيري هنري، او زي ما كده عندنا دلوقتي احمد السيد زيزو، اللي هو هيشيل الفرقه ويطلع بيها قدام في السنوات الكارثيه اللي عدت بيها. وزي ما قلت لك جمهور ارسنال كان حاطط فان بيرسي كده في حته لوحده، اللي هو خلاص هيبقى تيري هنري الجديد وهو اللي هيقدر يشيلنا من الحته اللي احنا فيها دي. ولكن للاسف هو قدر ان هو يخونهم وراح مانشستر يونايتد. لا وكمان سبحان الله عشان اجيب لك المثال كله، يعني ان هو هيبقى سبب ان يخلي مانشستر يونايتد تكسب الدوري وهو يبقى هداف الدوري ب 20 جون. وسبحان الله في اخر ماتش للدوري يبقى ما بين ارسنال ومانشستر يونايتد، وارسنال بتعمل له ممر شرفي ان هم كسبوا الدوري. ففي الجزئيه بقى دي انت ما تقدرش ابدا تقنع جمهور ارسنال ان الكره احتراف واللي انت تبقى متقبل اللاعب ان هو راح النادي المنافس ليك. لا، ده انت في الجزئيه دي انت المفروض تدعم نادي ارسنال وجماهيره ان هم ما يحبوش اللاعب ده ولا يطيقوه تاني. ولو المثال الاخير اللي انا هقوله لك وهي الصفقه التاريخيه لريال مدريد، وهو لويس فيجو اللي قرر فجاه ان هو يسيب برشلونه، وهو برضو كان الممثل لبرشلونه دلوقتي واحد من كباتن الفرقه وكان خلاص هو اللي ماسك الفرقه وهو العمود الفقري للفرقه، وفجاه بيقرر ان هو يدفع الشرط الجزائي عشان يروح ريال مدريد. فما تقنعنيش انا برضو كمشجع برشلوني، انا مش مشجع برشلوني يعني بس انا بتكلم دلوقتي بلسان كل برشلوني، ان هو واحد من كباتن الفرقه والستار بتاعي وهو اللي هينقلني وهو احسن لاعب في الملعب موجود واللي انا معتمد عليه، اللي انا ابقى متقبل فكره ان هو يروح ريال مدريد الخصم المباشر بتاعي. ولكن كل الجزئيات دي في الاحتراف بره ما كانتش فارقه مع الاتحادات الكوره هناك او مع المنتخبات، لكن معانا احنا بقى
دي نقطة مفصلية. طب هي ليه بقى نقطة مفصلية؟ لأن أنت بشكل بسيط جدا أنت المنتخب الوطني معتمد على الزمالك والأهلي والمحترفين، عكس مثلا الاتحاد الإنجليزي اللي ما كانش عنده أي مشكلة إن جمهور أرسنال مش متقبل فكرة فان بيرسي ومش متقبل كمان اللاعب ومش بيطيقه، ومانشستر يونايتد بقى ما عندهمش مشكلة، هم بيحبوا اللاعب ولا بيكرهوه، لأن هو في الأول وفي الآخر اللاعب ده هولندي مش هيمثل المنتخب بتاعهم. وبرده الاتحاد الإسباني اللي ما كانش عنده أي مشكلة إن ممكن تقوم خناقة ما بين جمهور ريال مدريد وجمهور برشلونة بصفقة لويس فيجو، لأن هو في الأول وفي الآخر هو لاعب برتغالي مش هيمثل المنتخب الوطني بتاعي. عكس بقى أنت يا باشا اللي عندك القوام كله زي ما قلت لك هو زمالك وأهلي محترفين، زي بقى في أولى الصفقات اللي هي مشيت من النادي الأهلي وهو عبد الله السعيد أما راح بيراميدز، واعتقد في بطولة الأمم اللي قبل اللي فاتت اللي كان بيدربنا فيها كيروش، وهو كيروش في وقتها جاب عبد الله السعيد معاه في بطولة الأمم الأفريقية دي، وكان جمهور الأهلي معترض بشكل جماعي إن عبد الله السعيد سنه كبير أداؤه البدني ما بقاش زي الأول، وهو فكرة بقى أنت إزاي بتوديه المنتخب بالأداء ده. ومش شرط جمهور النادي الأهلي بيبقى بيتكلم صح أو بيتكلم غلط، لا هو جمهور النادي الأهلي بيتكلم الكلام اللي نابع من قلبه تجاه النادي بتاعه. وبرضه زي صفقة إمام عاشور اللي مشيت من الزمالك وراحت الأهلي، جمهور نادي الزمالك وبشكل جماعي كان معترض من فكرة أول معسكر للمنتخب أنت ليه بتاخد إمام عاشور، وإمام عاشور ما كانش بيلعب أصلا وكان مصاب وأداؤه ما كانش لسه جاب التوب فورم بتاعه. ومن هنا بقى نروح للنقطة التانية وهي الكيد أو التسخين ما بين الجماهير، وده العامل الاول فيه وهو بدون شك الاعلام المصري، لان في يا جماعه دلوقتي اعلاميين لسه مش مدركين المشكله اللي احنا وصلنا ليها دلوقتي وهي التعصب في الكره المصريه. وعلى سبيل المثال يا جماعه يعني لو هتاخدوا كادر يعتمد عليه في الاعلام المصري الرياضي وهو كابتن ابراهيم فايق، اللي بصراحه اثبت من ساعه ما راح قناه MBC واللقاءات اللي بيعملها اثبت ان هو بشكل مبالغ فيه هو افضل اعلامي رياضي موجود دلوقتي في مصر، عكس اعلاميين كتير اللي دورهم دلوقتي وهو يجيب اللاعب ويسخن ما بين بقى جمهوره اللي فات وجمهوره دلوقتي عشان البوم طخ والترند والكلام ده كله. ونروح بقى دلوقتي لنقطه ثالثه وهي فكره اللاعب اللي جاي لي من عندك في اي لمسه هيلمسها فهو بالنسبه لي هيبقى احسن لعيب في مصر. كلامي ده والله مش قصدي ان انا بهاجم لعيب راح من الزمالك للاهلي يعني عشان انا زملكاوي، ولكن الحلقه كلها اصلا كنت عايز اوصل بيها وهي فكره نبذ التعصب ما بين جمهورين الزمالك والاهلي. اخيرا عشان اخلص معاك الموضوع وجهه نظري ان لغايه دلوقتي مفيش حاجه اسمها احتراف في الكره المصريه. ما تنسوش تقولوا لي وجهه نظركم في الكومنتات وتكتبوا لي كل حاجه تخص الموضوع ده من وجهه نظركم. برضو ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا.